قالوا إن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على حائط للأنصار أي بستان، وفيه رفاق شباب يشربون الخمر، فتسلق السور ودخل عليهم، فقالوا يا أمير المؤمنين جئنا بواحدة شرب الخمر وأنت جئت بثلاث، تجسست والله قد نهى عن ذلك، تسورت والله قد نهى عن ذلك، لم تستأذن والله قد نهى عن ذلك، فعاد وهو يعلم خطأهم، لكنه أكبر حجتهم لأنهم قارعوه بالقرآن. قال حافظ: وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأت البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. إننا نطأطئ رقابنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دلت رقابنا لأحد فوالله ما دلت إلا لأن الله أمرنا بهذا، وإن امتنعنا عن شيء فلأن الله جل وعلا أمرنا أن نمتنع عنه. هذا هو العبد الحق، العبد الصالح، العبد الذي يعرف عظمة أمر سيده تبارك وتعالى خالقنا ومولانا، لا رب لنا غيره ولا إله سواه.